السلام عليكم، وان شاء الله فامي نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في الحلقه الثالثه من سلسله ديال المهاجر المغربي اللي جات فيه القرعه وجا يبدا حياته وعيشنا في ميريكان. الا بان ليك في الحلقات اللي دازت الاولى والثانيه على انه كاين واحد الوجه اللي مشرق وفيه النشاط وفيه الفرحه وفيه السرور على انه الواحد جات فيه القرعه وغيجي يعيش في ميريكان، فدابا غادي نبداو الوجه الثاني والوجه الحقيقي اللي الناس تيبداو انهم يتصدموا فيه في الحياه الامريكيه، وخصوصا بالنسبه لشي واحد جديد يلاه تيجي تيحط هنا رجليه في ميريكان، وبالخصوص الناس اللي تجي فيهم القرعه الامريكيه. خوتي انت ولا انتي بقاو معايا حتى الاخر ديال هذه الحلقه هذه، وغادي تشوفوا العجب وغادي تشوفوا الصدمات القويه اللي تيواجهها المهاجر المغربي اللي تنجح في القرعه الامريكيه. فاي واحد تيظن على انه المهاجر المغربي اللي تجي فيه القرعه تيجي تعيش الحياه وتلقى كل شيء واجد، فراك انت غلط. بقى معايا غادي نمشيو بنقطه بنقطه. واول صدمه تتشوفها مني تتبدا عايش الحياه ديالك ولا تتبدا حاط رجليك هنا في هذه البلاد هذه، فهي ماشي اللغه وماشي الطياره اللي تجي فيها تخلع منها ولا شي حاجه اول مره ولا شي حاجه، ولكن هي الفلوس والواقع والوحده. غتقول لي كيفاش غادي يدير الفلوس؟ الفلوس حيت هنا الحياه المعيشه غاليه. المهم غنمشيو دقه دقه. دابا غادي تبدا الحكايه ديال بصح ديال المهاجر المغربي اللي تجي فيه القرعه وتيجي للميريكان. شنو بغيتوني نسمي المهاجر المغربي باش ما نبقاش نعاودها لكم في الفيديو؟ المهاجر المغربي اللي تجي فيه القرعه وتيجي هنا الميريكان غادي نسميوه من القرعه الامريكيه. المهم اخوتي، اول حاجه تضربك وتتصرفقك وتعطيك من هنا ومن هنا هي الكرا، هي انك تلقى بيت اللي غادي تكري مع الجيران الا كنتي جاي غير بوحدك، ولكن الا كنتي جاي مع المدام ديالك والوليدات ديالك فخاصك تقلب على دار كامله. وهنا غيبداو جوج تصرفيقات وشي ضربه بالعصا. انت لا جيتي بوحدك تجي من المغرب جاي كنتي ساكن مع العائله ديالك، ما هاز الهم لا الكرا لا حتى شي حاجه، وحتى لا كنتي تقرا في شي مدينه اخرى ولا خدام في شي مدينه اخرى كنتي كاري كاع ماكسيموم كاري ب 1500 درهم 2000 درهم كاري دار ديالك ولا بيت ولا المهم الكرا، مقارنه مع هنايا راه كنتي كاري رخيص في المغرب وبخير وعلى خير. ولكن ملي تتحط رجليك هنا في هذه البلاد هذه فالبيت واحد روم واحد انك تقلب عليه في هذا الوقت الحالي هذا فغتبدا تلعب على 800 دولار 900 دولار 1000 دولار 1100 1200 وانت غادي طالع. واستوديو اللي هو واحد الوسيعه فيها فين غتنعس ومعاك الطواليت ومعاك الكوزينه في بلاصه واحده، هذا هو الاستوديو. اوكي، والاستوديو هذا حتى هو راه تيبدا من 1000 وغادي طالع فوق. اما الا مشيتي للولايات اللي غاليين مثلا بحال كاليفورنيا نيويورك فلعلك ترضى، فالاثمنه غادي تعطيك الدق ديال بصح. ها الصدمه الاولى. والواعره اخوتي هي مني تتخلص اول شهر ديالك ديال الكرا تتريح وتتقول واش انا خدام باش نجمع شويه الفلوس ونعيش، ولا خدام باش نبقى نخلص الكرا؟ حيت ملي تجي تشوف تلقى الفلوس اللي تدخل تخلصها غير في الكرا، يعني لاش خدام الله اعلم. وهذا الشيء ديما تنقول لكم على انه عنده علاقه بمول القرعه اللي تيجي في الاول. ما غاديش نهضر على الناس اللي قدام في ميريكان، يعني وصلوا بشويه دقه ولا خدامين خدمه مزيانه قرا وهذه. المهم انا تنهضر دابا غادي دقه مول القرعه. من هنايا تتشعل لك هذيك البوله الحمراء اللي تتقول لك هاد البلاد راه ماشي ساهله، خاصك تخدم وتضرب تماره وما عرفت شنو دير باش يلاه تكافى مع الكرا ديالك والماكله ديالك. اما لا كنتي جاي من الاول وعائله ديالك معولين عليك في هذا الوقت الحالي دابا فغير نسى، الحياه تبدلات هنا، ما بقيتيش تلقى كيفاش دير، يلا غتكافى مع هذاك الشيء اللي غادي تخدم نتايا. والمشكل الكبير هو انه الكرا راه ماشي هو كل شيء. الكرا غتزيد عليه الضوء، غتزيد عليه الماء،
غتزيد عليه الانترنت، غتزيد عليه التليفون ديالك، غتزيد عليه التامين لاسيرونس ديال الطوموبيل ولا ديال الصحه ديالك. وعاده كما لا كانت عندك الطوموبيل فغتزيد عليه الغاز. ولا كيف ما قلت لكم كانت الخدمه ديالك على قد الحال، فتلقى راسك تجري 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 وانت راك باقي في بلاصتك، حيت داكشي اللي غتدخلو يلا غتخلص به المصاريف ديال الحياه اليوميه ديالك. هادشي كامل اللي قلنا. وهنا في هاد اللحظه هادي تتبدا تدخلك واحد القضيه ديال انك تبدا تحسب في الدولار، تبدا تحسب شحال دخلتي وشحال غتخرج وشحال غيبقى لك وشحال هادي وشحال هادي وهادي خاصني نعطي هذا وهذا خاص. وشويه بشويه تيبدا هذاك اللي تنسميوه الضغط النفسي والستريس. وهذا الضغط النفسي والستريس خرج على بزاف ديال الناس، وغادي نديروا عليه حلقه خاصه حتى هو. المهم كاين اللي جا من المغرب جايب معاه ديبلوم ديالو، وكاين اللي جا من المغرب جا كان خدام خدمه مزيانه في المغرب وجاتو هذه الفرصه ديال انه يجي الميريكان فتخلى على الخدمه ديالو. ولكن اول خدمه ديالك في ميريكان انسى لي الدبلوم ونسى لي ديك الخدمه الواعره اللي كنتي خدامه في المغرب. كنتي خدام استاذ، كنتي خدام بوليسي، كنتي خدام في شركه مدير ديال شركه. انسى لي هادشي كامل. الخدمه الاولى ديالك غادي تكون يا اما في الوير هاوس تتهز وتحط السلعه، ولا في ريستورا تسلم معا، ولا تجمع الطوابل، ولا دير شي خدامي من هاد الخدامي هادو في الريستورا. حتى السرباي صعيب باش انك تلقاها وانت جديد. ولا مع شي شركه ديال النظافه تديروا الكلين وديروا النظافه ديال البيروات ديال محلات ديال لوطيلات شي حاجه بحال هكا. ولا طولتي شويه طولتي غادي تشري الطوموبيله ديالك وغتخدم اوبر ايت ولا اوبر درايفر. ولكن هذه حتى هي راه عندها قوانين ديالها، وخاصك حتى تكون دوزتي عام في ميريكان، وهاد العام هادي ما كاينه الضريبه والتصرفات. ولكن راه ماشي عيب انك تخدم هاد الخدامي واخا راك جايب ديبلوم واعر من المغرب وخليتي خدمه واعره من المغرب. تتوصل هنا غتهبط كواريك وغتخدم هاد الخدامي في الاول الا بغيتي تزيد لقدام. والصدمه ماشي في الخدمه، الصدمه كاينه في الواقع والحلم ديالك، الحلم اللي عندك مع الواقع، هذه الصدمه. وهنا في الاسبوع الاول ملي تريح في الدار، تخدم وتريح في الدار، تشد هذيك الدي اوف ديالك ولا اليوم الراحه ديالك، تتاكد على راسك انه الحياه هنا راه ماشي سهله، ماشي هذيك الطريق اللي كنتي انت جاي بفكره في المغرب الطريق راه مفرشه بالورود ومفرش كلشي واجد لك. لا، دابا تتبدا تصدم، ودابا تتبدا تعرف الحقيقه ديال الميريكان وطريقه العيش ديالها. وعاد زيد عاوتاني مني تتريح تاخذ هذيك الدي اوف ديالك، هنا ثاني تتحس بواحد الاحساس اخر. في المغرب كنتي في النهار الاوف ديالك ولا نهار الراحه ديالك ولا اليومين الراحه ديالك تتلقى الدراري صحابك، تمشي للقهوه، العائله ديالك داخل هنا خارج هنا. في هذه البلاد هذه من تكون جديد هذاك الدي اوف ديالك ولا هذاك اليوم الراحه ديالك تتمنى انك كاع ما تريحو، حيت تلقى راسك بوحدك، ما كاين لا عائله لا صحاب لا فين تخرج لا فين تدخل، باقي ما عارف حتى شي حاجه. المرض ديال بصح كتحس براسك بوحدك وسط الزحام. هادشي اللي كاين. والهجره لهاد البلاد هادي ولا الهجره اون جينيرال راه ماشي شي حاجه اللي سهله، ولكن في نفس الوقت راه ماشي مستحيله. العام الاول اخوتي هو اللي تيكون اصعب عام. الا صبرتي تتلقى الطريق، واذا ما لقيتي حتى شي واحد اللي غادي يبوشيك ويشجعك خاصك تشجع راسك. ما تسناش شي واحد خاصو ضروري يشجعك. كاينين ولاد الناس اللي تجيو تيشجعوك وتيوريوك وتيدفعوك، وكاينين اللي لا، اللي تيبقى يضربك من التحت وما يشجعكش وديما مصعب لك الامور. ولكن خاصك تشجع راسك نتايا بوحدك، خاصك تنوض طيح وتوقف عاوتاني. وكونوا متاكدين ان هذا الاحساس هذا راه طبيعي، اي واحد تيدوز منه، ماشي شي احساس اللي غادي يخلعك تتحس براسك راك مزير ومستريسي ووحده وكلشي يتجمع لك وما عرفتي ما دير. هادشي كامل حنا دزنا منه، هادشي كامل كذب عليك الكذاب اللي يقول لك انايا ما دزتش من هادشي. كلشي داز من هاد الطريق هذا، وكيف ما قلت لكم الا صبرتي غادي تلقى الكماله ديال الطريق ديالك. خوتي في الحلقه الجايه غادي نهضر لكم على الاخطاء القاتله اللي تيطيح فيها مول القرعه.
الاخطاء اللي تضيع لك الفلوس وتضيع لك الوقت ديالك. الا بغيتي تتفاداهم كون في الموعد، ما تفوتكش الحلقه الجايه. والقصه راه ما سالاتش هنا، مازال هذه الله البدايه. يلا خوتي تهلاو لي في ريوسكم حتى الحلقه الجايه، يلا تهلاو.